السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا وياكم ببرنامج بودكاست نبرات الولاء بحلقة جديدة ويا خادم الإمام الحسين، أحد أهم الأصوات الموجودة داخل بغداد موسى والجواد، ألا وهو خادم الإمام الحسين ملا محمد الساعدي. أهلا ومرحبا بك ملا. حياك الله. الله محيي أصلك ملاك الطيب. شكرا لك والكادر هاي القناة المباركة. الله يبارك. إن شاء الله نكون خفيف الظل في هذا اللقاء. الله يسلمك ملاك حبيبي. الله يبارك بعمرك. الله يحفظك. قواك الله على التعب. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية. الله يبارك بعمرك يا حبيبي. ملاتي، شنو رأيك بالحداثة بالقصيدة الحسينية؟ من يا باب الحداثة اللي طرأت من خلال بالآونة الأخيرة يعني أي اللي هي الإضافات الموسيقية. إحنا هي توزيع بكل الأحوال. نعم. اليوم يجوز المستمع ما يعرف اللي جاي يسمعه. نعم. بس إحنا كاختصاص نعرف نميز. اليوم القصيدة الحسينية صارت تنضاف فوقها إضافات كثيرة، مثلا توزيع موسيقي اللي هي تصير نعم. اللي طبعا هي مسموحة وشرعية إن شاء نعم. الله تعالى. نعم. اللي هي ما بها أي إشكال شرعي. نعم. التوزيع هذا والأداء الجديد، الإضافة اللي انضافت للقصيدة الحسينية هاي، شنو رأيك بيها؟ شوف ملا، أنت بعد أعلم وأعرف بهذا المجال. جنابكم لا لكن إحنا من خلال المتابعة، نعم، وخلال احتكاكنا في مجال المنبر الحسيني وتسجيلنا للقصائد ومتابعتنا لهذا المجال وهذا الخط الكبير لخدمة نعم. الحسين، كل ما هو يخرج عن المألوف هو يصير يبين ينشز أكيد. ولذلك تشوف القصائد ما عليها لغط طبيعية، جاي تمشي وجاي تنسمع وما عليها فد انتقادات أكيد. لكن اكو بعض الاشتباهات اللي جاي تصير. اكو صخب بالتوزيع، اكو صخب باختيار اللحن. نعم. زين. اكو مبالغة. نعم. باختيار. احنا كون انا يعني اوجه هذا السؤال لنفسي ولخدمة الحسين، اخوتي خدمة الحسين، كون احنا من نقرأ نشاهد كون المعصوم امامنا، خليه نصب عينك. احسنت، لان هو هذا العمل برعاية المعصوم. نعم. زين. فكون لا يكون مبالغ به ولا يطلع عن الحد الشرعي. زين. متفقين. ونقتدي بالاسلاف الباقيه متفقين انا وياك ان شاء الله. اللي سبقونا. زين. اوكي. احنا اليوم اكيد حتى جالس الرواديد والخدام. نعم. ويصير هذا النقاش ويصير هذا الموضوع. انا في احد النقاشات ويا خدمة الامام الحسين يعني كان حاضر في، يعني نقول اهل المنبر كانوا حاضرين بي. نعم. واهل الاستوديو كانوا حاضرين. نعم. يعني اللي كان حاضر بي محمد الحلفي. نعم. اللي كان حاضر بي علي يوسف الكربلائي. نعم. اللي كان حاضر اللي كان حاضر بي بعد كرار ابو غنيم. اللي كان حاضر بي بعد ملا كرار اتوقع. هذول اللي اذكرهم. الحوار صار انه اليوم القصيدة الحسينية من دخلت بيها موسيقى راحت الروحية مالتها. اول شيء صار الاتفاق على هذا الموضوع. نعم. وبعدين اليوم احنا مرات نسمع صح الاضافات اللي جاي يضيفونها، اكو منها تصير نشازات، بس اكو منها هواي نجحت. مثلا خلينا نذكر العفو. خلينا نذكر مثلا سفرة الى الله. نعم. قصيدة سفرة الى الله وصلت الى ملايين المشاهدات. وصلت الى افق بعيدة. السبب انه كان اكو بيه توظيف صحيح للموسيقى. نعم. احنا نريد نوضح هاي المسألة. ملا القضية تغيرت. نعم. احنا قبل 20 سنة مو مثل هسه. الحداثة دغلت، التكنولوجيا تغيرت. زين. احنا مرينا في فترة من الفترات واحد ما يسلم على الثاني. سبب كورونا. نعم. زين. كورونا. فاذا هو السلام تغير، كيف بالموسيقى، كيف بالنغمة، كيف بالمقام، كيف بذوق الجمهور. نعم. اكيد يتغير مع تغيير الزمان والاحداث. زين. ولكن حد ما كانت القصائد التوزيع الموسيقي يدخل في جانب الاستوديو.
نعم. من انتقل هذا الجانب من الاستوديو قلت التكلفة على الرادود. تشوف الرادود اليوم من يقرأ بالمجلس ما جاي يقرأ بتكلفة عالية. ليش؟ لأن معتمد اكو مكساج واكو توزيع، اكو من راح يعدل. بينما سابقا القصائد كانت هي بروحيتها بنقاوتها بصخبها بلطمها حتى بجوها العام حتى بهفواتها. تطلع طبيعية وتوصل للجمهور. الآن الرادود جاي يقرأ كأنما هو مكوك في المجلس. يقرأ بنمط معين. أنت مع أم ضد؟ لا أنا ضد. ضد؟ ضد. ليش ملاتي؟ بالعكس الحداثة حلوة. لا أنا ضد من باب ومع من باب. العفو حتى أوضح. مع من باب إنه لا تخرج عن روحيتها ولا نكون مصطنعين بالأداء. خلي نقول العفو ملاتي ولو أقاطعك. نعم. خلي نقول نخليها تحت إطار الموسيقى والتوزيع والأداء كل الجو القصيدة واللحن خلي أمامك. احنا في مجلس العفو. انت رادود وتعرف هذا الحكي. نعم. احنا في مجلس الجمهور جاي يريد يلطم. الجمهور ما جاي في مسرح. أكيد الجمهور يحتاج لتحفيز، يحتاج ل أنا هنا أريد يعني أختصر هذا السؤال. العفو. اليوم أنت تراعي الجمهور لو تراعي المعصوم؟ لا المعصوم أكيد. أكيد. والجمهور بس هي خدمة المعصوم والجمهور ما يهمك؟ الجمهور ما يهمك؟ لا إذا ما راضي المعصوم نعم براحته لا يهتم. رضا المعصوم؟ طبعا رضا المعصوم الدرجة الأول والآخر. ملاتي أغلبية الرواد عندهم طقوس وعندهم تحضير خاص قبل المجلس. نعم. أنا أريد تحكي لي مدى تحضيرك قبل محرم. نعم. ومدى تحضيرك من تصعد للمنبر. والله هو التحضير بعدة عوامل وعدة مراحل. أول شيء أنت اليوم لازم تعرف وين راح تقرأ. نعم. بيا محافظة أو بيا مدينة أو بيا جمهور، يعني تعرف كل جمهور إلى جوه الخاص أو جوه الخاص. هذا واحد. اثنين تبدي باختيار المواضيع. بعدين تبدي قضية الشعر، اختيار الشعراء. توزيع الألحان حسب الليالي والأيام. شلون بالله وظف لي يعني مثلا احنا عندنا 10 ليالي في العشرة الأولى. زين. هاي ال10 ليالي مقسمة على 10 شخصيات تقريبا. من واقعة كربلاء. من واقعة كربلاء. نبدأ من ليلة الهلال والخدمة والعليلة وأم البنين إلى حد ما نوصل إلى عبد الله الرضيع والوداع. نعم. هذا بارت ينتهي. بعد يبدأ البارت الثاني اللي هي ما بعد واقعة الطف. إنه هو السبي. بعد مقتل الإمام الحسين. أي نعم. وتبدأ بعدين الليالي السجادية. لا احنا حكينا ملاتي العفو حتى نكون بنفس الموضوع. نعم. بخصوص العشرة الأولى حكينا بخصوص اختيار الألحان لليالي. اختيار الألحان تكون بعد حسب شخصية الليلة. الليلة تحتاج حزن، اكو ليلة تحتاج شجاعة، اكو ليلة تحتاج همة، اكو ليلة تحتاج عاطفة. مثلا من نريد نحكي على العليلة، طفلة صغيرة بقت بالمدينة، عليلة الحسين سلام الله عليه. يتخيل واحد عنده طفلة ويعوفها فد مكان ويروح. شلون راح تختار اللحن؟ عليها شاكلة. اكو فد عاطفة، اكو فد حنين بالموضوع يكون. بينما من ننتقل لليلة الأنصار تشوف لا، اكو فد إيثار، فد لحن بحماسة، فد حماسة، فد شجاعة، فد همة. زين. من ننتقل لليلة القاسم مثلا تشوف القضية تختلف. عاطفة بيها. العاطفة والشجاعة تمتزج، يعني بين الشتان يعني النقيضين. تلقى العاطفة من باب أو تلقى الشجاعة من باب. إنه هو الإمام القاسم مثل صورة الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان نسخة والده الإمام الحسن سلام الله. نعم. وهكذا. زين. تبدي بعد احنا نسوي لحن تدري. هذا المتعارف هسه. اللحن يولد قبل القصيدة.
سابقا كانت القصيدة تولد قبل اللحن وتلحن. زين. أما الآن القصيدة تولد، اللحن يولد قبل الشعر. برأيك ياهو الأفضل؟ اثنينهن أفضل بلا منازع. يعني واكو صعوبة وسهولة بيناتهم؟ بس هو كالأسهل أنه الشعر قبل اللحن، بس الطرق تغيرت من نعم. تعرف أي. اليوم اللحن اتطور. نعم. زين. الأوزان تغيرت، صارت تفعيلة. احنا خلينا من الألحان والأوزان بعدين ندخل بهذا الموضوع. خلينا بالتحضير. زين. هذا التحضير على هاي هذا التحضير مال العشرة الأولى من المحرم. العشرة الأولى زين. اكو وقت قبل صعود المنبر. هذا الوقت شو تحضر بيه؟ شو تسوي؟ شنو اللي أنا كنت في أحد المجالس أقرأ، واكو خطيب كان يقرأ وياي، فالخطيب أشوفه يعني عنده فد أمور طبيعية، يعني أمور خاصة به يسويهن قبل لا يصعد المنبر. يعني مثلا يصلي ركعتين، أو مثلا يقرأ الفاتحة الأم البنين سلام الله عليها، أو مثلا يقرأ في الدعاء معين، أو مثلا يشغل مقطع فيديو يبكي يستحضر به المصيبة، حتى يكون يعني شلون اقول لك يعني مهيئ انه يصعد المنبر. شوف هاي الطقوس كلها تسويها له؟ لا يعني هي هاي عفويه، هي هاي بعد دارجه الطقوس. هي عايشه ويا روحنا هاي الطقوس. نعم. لان احنا مو يوم ويومين، احنا على مدار السنه نقرا، والاستحضار الروحي هو موجود يعني. زين. لكن انا كشخصيا احكي عن نفسي، قبل المجلس ما احب احكي باي موضوع. أي موضوع خارج نطاق المجلس والتحضير. يعني هاي صار يعني من بديت لحد الآن هاي العادة عندي، أنه أقرأ زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء قبل المجلس؟ أي بالطريق أنا متوجه للمجلس، أو قبل المجلس، أو بعد طبيت بالمجلس وقعدت استمعت للخطيب بعد أكو وقت مثلا أقرأ وأصلي ركعتين للزهراء سلام الله عليها، ونطلب المدد، هو منهم المدد. موفق إن شاء الله. أنا كهاي الطقوس هاي اللي أعيشها والتهي بالقصيدة المعينة اللي أنا جاي أطرحها الليلة. نعم. زين. أراجعها، أشوف مفرداتها، أنقحها. أنا القصيدة إذا ما أنقحها ما أقدر أقرأ. نعم. هي خوف شعبي. تجي القصائد. بس أنا إذا ما أنقح القصيدة بإيدي، زين، أتلكأ ممكن بها على المنبر، أراجعها كلها لآخر حرف لحد اسم الشاعر. زين. أنقحها زين، وأطلب المدد سلام الله عليه من الحسين سلام الله عليه والزهراء. الله يوفقك. وهكذا بعد الله يبارك بيك ويخليك إن شاء الله دوم في خدمة الإمام الحسين. احنا وصلنا إن شاء الله إلى فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. رجعنا وياكم البرنامج بودكاست نبرات الولاء، ويانا خادم الإمام الحسين ملا محمد الساعدي. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية. أهلا ومرحبا بك. الله يبارك بك. ملاتي حبيبي، الله يحفظك. ملاتي منو الشعراء اللي تحب تتعامل وياهم دائما؟ والله الشعراء اللي أتعامل وياهم دائما بالمقدمة الأستاذ علي الإبراهيمي. نعم. ذو الفقار الزيدي. علي أكبر الغرابي. يعني ملا القصيدة اللي تقراها على المنبر مكتوبة إلك شخصيا لو يقرؤونها أكثر من رادود؟ لا، هو يعني إذا شغل خاص فبعد يصير حصرا للرادود. نعم. أي لأن إذا لحن قلت لك يعني. أي. بس مرات يعني الشاعر يستأذن من الرادود. أي. يابا هاي حق لي أنشرها، حق لي أنطيها مثلا. أي. إذا ما قرأت. إذا ما قرأت. أما إذا قرأت وتوثقت. أي نعم. يعني هذا موضوع ينتهي، أي واحد يريد يقرأها ماكو إشكال. شعراء عندهم فد نظام مثلا يقول لك أنا سنة القصيدة أضمها، بعد السنة أعطيها، بعد يسقط حقها عن الرادود.
هاي اذا ما توثقت. اذا توثقت بعد هو اي واحد يقراها يعطيها بعد. هي للثواب خوب، يعني احنا اكيد خوب مو جاي نسوي بهنا. احنا حكينا عن التحضير، اي نعم، وحكينا عن الشاعر. هسه نريد نحكي عن اختيارك للمقام. شنو المقام اللي تحبه انت؟ والله انا من عشاق البيات. احب البيات هو حلو. اي، واحب الدشت. اي هو البيات حلو. احب الدشت. الدشت مالتنا. اي مالتكم. الله يبارك فيك. اي انا احب البيات هواي احبها، واحب اقرب مقام الدشت. احب اقرب مقام الاوشار. اي همنا. زين ايش تحب مثلا تقرا لنا هيك مقطوعه صغيره من بيات اوشار دشت اي شيء بكيفك؟ مثلا قصيده جديده مستهل فقط غير. ماكو مشكله، مستهل وناص مقطع. صبرا على راس تشوفينا، صبرا على الكافل وجفينا، صبرا على راس تشوفينا. الله. صبرا على الكافل وجفينا. سنت هزي إليك بجذع الراية، من كل فج تجي المشاية. الله. هزي إليك بجذع الراية، من كل فج تجي المشاية. يا زينب يا زينب. احسنت. هذا مكس بين الاوشار والبيات. انا جيت اسالك. انت سبقتني. اثنين. شاعر الاستاذ علي الابراهيمي. الله يوفقه. ابو عباس انا من اكثر الشعراء اللي اقرا لهم استاذ علي الابراهيمي، لاني يتقن المفرده النقيه، اللغه البيضاء. نعم. اللي ما تخدش المعصوم. اي، من هاي المكان اوجه له تحيه. وهي انا هواي قاري له ابو عباس. والمفردات اللي يختارها لا هي شعبي بحت، قريبه عن الفصيح. هو يجيد اللغتين. الحان سالتك عليها. الالحان بخصوص شنو؟ هاي الحانك؟ الحاني. الله يوفقك ان شاء الله. ملاتي، الخدمه على المنبر حلوه لو الخدمه بالموكب؟ والله هي الخدمه على المنبر بتكليف الرادود هي حلوه، لان انا في يوم اتذكر موقف قرأت بأحد الأماكن في كربلاء أيام ال40. الله يرحمه واجعل مثواه جنة، أحد خدمة الحسين اللي انتقلوا من هاي الدنيا إلى عالم الآخرة. الله يرحمه. إنسان وجيه ومقدر. فأنا صعدت قرأت قدام أحد الرواديد المعروفين بالساحة. يعني قصدك قرأت مقدمة؟ قرأت مقدمة. هاي القضية تقريبا 2011. نعم. سنة 2011. فثاني يوم الظهر أنا أخدم بالموقع. فلابس ملابس الخدمة. تيشيرت وسروال. وغترة. ما لابس دشداشتي وكذا. فرحت توجهت للمكان اللي قرأت بيه أني قبلها بليلة. فشافني هذا الخادم زلمة كبير بالعمر، قال لي شنو هاي ملابسك؟ قلت له انا مو جاي اخدم. قال لا، انت رادود. الناس ما تعرف انت جاي تخدم. نعم. انت تشفيتك ودشداشتك وقصايدك وتقعد. في وقت اللي ما محتاجينك بالقراءة روح اخدم، لكن من تجي للمكان اللي مخصص للعزاء تجي بقيافتك. نعم. زين. هسه أنا من أشوف الخطيب نازع عمامته ما أعرف، أنا أعرف الخطيب، أعرفه شاعر، أعرفه رادود. من أي باب هو يعني حكى هذا الكلام؟ من باب إنه حتى تكون بهيبة الرادود.
نعم. هو بهيبة الرادود لو قصده بس بتكون على استعداد تصعد منبر. ممكن يجوز احنا قاعدين يجون الناس يقولوا لك تعال اقرا، لان البارحه شافوك انت تقرا. بس هو ممكن زين، ممكن اليوم انا كنت اخدم. بس هو اللباس ما يحد، ما يعيق، لا ما يعيق. ولكن الرادود رادود اكيد، لا شك. شاعر اكيد، كل واحد بنصابه وبمحله. انا اذكر لك قصه يعني وياي حدثت. انا كنت اخدم بمسجد العقيله زينب. نعم، سلام الله يذكرهم بالخير الاخوه اللي كانوا ويانا خدم. يعني كنت رادود بس ما حد يعرفني، يعني يجوز يعرفوني بس اصدقائي حواليا، وابو المسجد يعرفني. هذا الكلام 2000 والله ما اتذكر، يعني 2006 2007 ما اتذكر. ففي وقتها كان اكو رادود مدعو وتاخر الرادود، احنا جاي نشتغل، انا لابس دشداشه وقصايدي بجيبي على قولة الخادم نسيت اسمه صديقك، رحمة الله على روحه، الله يرحمه ان شاء الله، أحمد الكناني. ابو احمد. ف اثناء ما جاي نشتغل جاي ننظف، واكو جداري مال طبخ جاي نغسلهن وكذا، وانا يعني الدشداشه مبلله وبيدي هاي غراض مال تنظيف. فاجى الله يذكره بالخير ابو مريم قال لي ملا شايل قصايد وياك؟ قلت له اي عندي قصايد. قال لي ترى الرادود ما يجي يتاخر، اكو صار عندهم ظرف كذا، كان قصايدي موجوده. فسبحان الله نزلت الدشداشه مالتي صعدت المنبر. شوف هو التوفيق، صعدت المنبر قريت يمكن قصيده لحد ما اجى الرادود اللي مدعو وجا كمل وراي. فشاهد حديثنا هو ابو احمد الكناني الله يرحمه. ابو احمد الكناني الشاعر تقصد؟ الشاعر ابو احمد الكناني الله يرحمه صديقي واخوي الكبير، الله يغفر يعني له. افتقدناه والله. الحمد لله، الله يجعله من خدام الامام الحسين. ابو احمد كان يريدك تكون على استعداد انه تصعد المنبر. نعم، ويعني انا ذاك كنت يمكن كلامه ما اعرفه شنو مع بعده المعنوي، زين، لكن مرت السنين عرفت كلامه شنو اللي يقصده، كان اكو هدف، زين. على قولة هذا احد المراجع، هاي القصه المعروفه، قال له اعطينا عمامتنا وكل باقي له. بالضبط. فانت لازم تكون مهيئ. اي حتى وين تخدم اخدم بدشداشتك، شكو بيها. اخدم بدشداشتك ماكو اشكال، شكو بيها. الناس تباوع عليك، انت مثل اعلى، تباوع عليك بصوره معينه، ما تفسر النوايا الناس. اكيد. زين، تريدك جاهز الناس. زين، فهذا. اما الخدمه طبعا هي لذة الخدمه في كلها، بالطبخ، بالمشي، توزع ماي، توزع شاي، اكيد. تخدم الناس، تخدم الزوار، تسوي موكب، تطبخ، هي كلها للحسين سلام الله اكيد عليه. سلام الله عليه. زين، كلها تصف في مصب واحد. زين، لكن تبقى كل من اختصاصه وكل من واجبه، لا شك. زين. ملاتي حبيبي العفو، يعني اليوم اكيد انت اليوم من تخدم ومن تصعد المنبر صارت وياك مواقف كثيرة. اي نعم. اريد تحكي لي عن موقف اذاك وموقف فرحك. موقف اذاني ما انساه ابدا. يعني اول ما بديت بداياتي كنت اقرب موكب زنجيل. فأنا جو جماعة دعوني لهذا المكان أقربي، فكانت أكو رواديد كبار أكبر مني، فبديت أنا أقرأ، فشاركت مشاركة بسيطة. نعم. بعدها رجعوا الرواديد يقرون، فأنا بعدني مبتدئ بالقراءة، فقرأت قصيدة سريعة اللي احنا نسميها النزلة. اكيد. النزلة. فمن قرأت الرادود صاح علي قدام الجمهور. صاح عليك يعني بالمايك؟ صاح علي، اخذ المايك وصاح علي بالمايك. بحيث انا ظليت ارجف من الموقف. زين، فانا ما حكيت، عفت الرادود ورحت لاهلي. صح عليك بشنو يعني؟ قال لي شلون انت تسوي، شلون تقرا نزله؟ ما يصير. بعد اكو وقت للنزله. بعد اي. بس هو المفروض يكون بطريقه مهذبه يقول لك. انا انكسر خاطري. اي. زين، فمن انكسر خاطري حاكيت الزهراء.
قلت لها مولاتي أنا جاي أخدم ابنك الحسين سلام، وأنا انكسر خاطر، فبعد أنا ما أقرأ راح أبطل. أي. فثاني يوم أجانا نفس الرادود اللي هو صار الموقف وياه، قال لي أنا البارحة اجتني الزهراء سلام الله عليه بالمنام، وقالت لي هذا ابننا شلون انت تحكي وياه، شلون تكسر خاطره. الله أكبر. احنا نحب الخدام اللي تقرأ وهاي، وخاصة الصغار بالعمر. هاي رسالة لخدمة الحسين انه لا تكسرون بخاطر الصغار. انت ايش قد عمرك كان؟ انا كان عمري تقريبا 10 سنوات. سبحان الله. صغير. زين. فلا تكسرون بخاطر خادم الحسين حتى وإن كان صغيرة مبتدئ. زين، لأن هي النشأة الأولى اللي تبني الإنسان وتعطيه الثقة. نعم. فهذا الموقف يعني جدا مؤلم، بس هو طاني حافز أو دافع إنه أني لأنه السيدة الزهراء تريده أبقى بهذا الخط وما أترك هاي الخدمة أبدا. نعم. لو مو يصيحون علي، لو مو ما يخلوني أقرأ، أنا مستمر مع خدمة الحسين وخدمة الزهراء. الله يوفقك إن شاء الله ويجعلك من خدام إمام الحسين. ملا شنو أكثر شيء تحرص عليه بالخدمة؟ يعني أكو شيء معين؟ والله الثبات. الثبات بخدمة الحسين. لأنه لأن الحسين سلام الله عليه هذا ثوب. خدمة الحسين هي ثوب. هذا الثوب إذا احنا حافظنا عليه، ما خلينا يتلوث يبقى هذا الثوب إلك. بس خاف هذا الثوب نخسره في يوم، خاف الدنيا ومغريات الدنيا والحياة وكذا، وتاخذنا الأمور الغير مكان زين ونخسر هذا الثوب. فأنا دائما أدعي في كل مجلس، في كل صلاة، في كل مكان، إنه إلهي ثبتنا على خدمة الحسين. آمين يا رب العالمين. اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. آمين يا رب العالمين. أصحاب الحسين. الله يجعلنا وياكم إن شاء الله وجهاء عند الحسين. آمين وياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. احنا إن شاء الله نروح الفاصل ونرجع لكم. الله يحفظك. أهلا ومرحبا بكم ببرنامج بودكاست نبرات الولاء. اليوم شرفنا خادم الإمام الحسين ملا محمد الساعدي. أهلا ومرحبا بك ملا. حياك الله حبيبي. الله يبارك بعمرك ملاتي حبيبي. ملاتي احنا سولفنا عن الخدمة وسولفنا عن الشعر، واليوم نريد ندخل بموضوع المقامات اللي هي تعطي روح للقصيدة، اللي هي تنطي يعني جو للقصيدة. نعم. اليوم ملا محمد الساعدي شنو المقامات اللي دائما تكررها؟ والله أنا يعني ما ثابت على مقام معين، لكن أنا سابقا قلت لك أنا أحب البيات. أي. المقامات الحزينة هي يعني أختار الصبا مثلا، من الصبا، من البيات، من الحجاز، زين، من النهاوند، زين. نعم. الصبا زمزم، اللامي، زين. هذا نخوف فرعيات تدري انت. اضافه المقام الكرد، يعني هو شلون نقول الجوكر بالعمليه كلها. هو الكرد. زين. الكرد اللي هو ميكس بين الحزن ويا مع الصبا، مع الحجاز، مع النهاوند. احنا نعرف المقامات اللي تحبها ملا. احنا يعني بالسؤال ذاك وضحت لنا. بس احنا ليش ردنا نستذكر هذا الشيء؟ حتى اسالك هذا السؤال. انا اليوم اريد اعرف ملا محمد يمزج بين مقامين. اكيد. شلون الطريقه اللي تمزج بها المقامين؟ هي يعني الطريقه طريقه هم علميه وهم فطريه. اكيد. يعني المزج يصير مثلا حسب حاله القصيده. مرات القصيده ما تحتاج تكلفه، زين، او ما تحتاج انتقالات باللحين او كذا. هي بعفويتها وبساطتها ممكن تصل للجمهور. بس مرات عندنا مواضيع لا نحتاج. لان ملا هي
المقامات اللي تخليها مثلا خليت مقامين او مقام وانتقاله زين تخلي الانتقاله بالمستهل لو بالنص؟ ممكن المستهل بلونين مقامين والنص مقام جديد. نقدر نمثل لو ما ببالك شيء؟ عادي ببالي هواي اشياء مثلا يعني مثلا بيات وحجاز. طيب رماد المغد بعد الحرك لميته مولاتي وبدال الولد شميته وعلى الرماح باوي عبد الله بها ضايع وعلى الرماح باوي عبد الله بها ضايع رماد المغد رماد المغد. سنت الله يجازيك خير. هاي مثلا البيات ويا الحجاز مع الحجاز. بداية القصيدة كانت من البيات. اي المقاصير وعلى الرماح باوع كانت من الحجاز. جزاك الله زين والنص غير مقام. النص غير مقام هم كرد. زين طيب فبهالشكل تصير. طيب بس اليوم تكون بانسيابيه اكيد يعني اليوم ما يصير اليوم تخالف نعم. الايقاع المعين اللي انت محضره. اي يعني انا مو مسوي لي قصيده حاط لي بها 7 مقامات لا ما بيها فد ربط. اي انت اليوم ما جاي تأدي على لازم يكون اشباع. نعم استذكر احد الاساتذه هذه المفردة قالها قال لازم يكون إشباع بالنغم قبل الانتقال. أنت اشبع النغمة اعطيها حقها اعطيها حقها زين بعدين نروح منها انتقل منها. أنت بعدك ما خالها ورحت منها راح تكون مبهمة. زين القصيدة راح تكون مبهمة. طيب ليش؟ لأن ما بيها ركوز. تمام ماكو ركوز. اي تمام. فبهالحال انت انتقل براحتك. هسه احنا متفقين على هذا الشيء الثاني. اكو موضوع ثاني اللي هو المزيج بين الحداثة والتراث. نعم. يعني مثلا نص المستهل مالته حديث، جزء من النص حديث، اكو انتقال بي يرجعك مثلا بيها انتقاله الى قصيده تراثيه من مالات نعم. حمزه صغير. هم اشتغلتوا هيك شغل؟ اشتغلت هواي بهالترتيب. يعني العام حتى سجلت وحده استوديو كانت تضمين قصيده من الفصيح اللي هي تقول لم انسى زينب بعد الخدر حاسره. اخذنا هاي القصيده وجزاه الله خير خادم الحسين الشاعر سيد ياسر الجابري. نعم. ضمن على هذه الأبيات بالشعبي وضمن أبيات تراثية بالطور التراثي. مثلا على المشرع العباس، مثلا دهري ذبني، مثلا يوم ذكريني. أخذنا تقريبا 3 قصائد من الموروث زين وخليناهن بالقصيدة بس بغير كلام جديد بس نفس الطور. زين يعني بكل يعني بكل مقطع تنتقل الى النغمه التراثيه. نعم. زين يبدي فصيح بعدين ينتقل شعبي بعدين يجي التراث. طيب بهالترتيب. ملا محمد اليوم انت ما شاء الله امكانيه صوتيه الله يبارك بعمرك امكانيه صوتيه ولا شك قريته هواي مقامات وقريته هواي اوزان والحان. اكو مقام حسيت انه انت ما تقدر تجيبه؟ والله يعني ما يعني خضت بهذا العالم لكن يعني مرات انا احكي عن نفسي. اي كنت اعاني مثلا من صعوبة من اقرا مثلا بمقام بالنهاوند. اي احس اكو شوية صعوبة عندي. اي لان هو مقام ناصي. تدري انت مو مقام ادائي. صح. يعني مثل السيقا والريست
زين. وهاي المقامات البيات الحجاز، انا بالنسبه لي ميال للمقام الادائي اللي بعنفوان بالاداء، ما احب اقرا بلون الاحساس الناصي يعني. ملاتي حتى اوضح لك السؤال هذا اكثر، احنا حتى الجمهور يعرف هذا الشيء. انا احكي عن نفسي، مرات اكو اطوار اللي هي بعيده علي باعتبار اني كردي. نعم. الطور الجنوبي مثلا، نعم، اللي بيه حسكه، اللي بيه مثلا انا اشوف اقرا ويا نفسي اشوفه طيب حلو، بس شو اسوي؟ انا اسجله بالتليفون اسمع نفسي اقول هاي شنو مو حلو، زين، فما اقتنع به. وكذلك اسال اصدقائي اشوفهم يقتنعون بهاي القراءه اللي قريتها. ما انا بالنسبه لي انا مو قصه اجيده او ما اجيده، لا، قصه انه هو قريب على ذائقتي او قريب على روحي. بالضبط. ممكن هذا الاداء انت يقرا غير رادود او غير ممشي. انت تقول بس مقام النهاوند، لو اكو الحان ما قريتها مثلا الاطوار الجنوبيه انا ما اتقرب لها مثلا. نعم. يعني مثلا اللامي ما اقرا به هواي. زين، لان ياخذني الغير عالم. تدري. بابواب غنائيه هوايه. مثلا الصبي اللي هو من النهاوند. صحيح، كلامك منطقي. ياخذني الغير عالم. مثلا المخالف، مقام المخالف. زين، مقام له مكانته. زين، لكن اشوفه بالتراث يتحجم، لانه ما يطبون به ما يروح، ما يتبوب، ما يصير به ترجيع. يعني شويه ترجيع تدري انت، يصير به مشاكل بالاداء. أكيد. والمنظر. زين، فانا ابتعد يعني عن هاي الاطوار، اخليهن موجودات ببرامجي، موجودات بقصايدي، موجودات، لكن مو باستهلاك، من باب التنويع. طيب، لا اكثر، لان الناس هم تمل. يعني انت اليوم لازم تنوع للجمهور. هو مو كله اسود 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 اسود. الناس تحتاج الابيض، تحتاج الاحمر، تحتاج الاصفر. زين، عندنا مثلا مقام العجم، هواي رواديد متقرب مقام العجم. قليل ما العلم هو مقام، يعني اول شيء مو خلينا نكون واقعيين، المقام العجم شويه بفرح، يعني بفرح، بس بجانب حزن، بصوره الحزن. ولذلك انت من تسمع المقتل تسمع مقام العجم. زين، من تسمع يعني هو مقتل والناس تبكي على المقتل. زين، نفس الوقت الابتهالات اللي تسمعها احسن ايام العيد، تكبيرات العيد مقام العجم. لكن هذه صوره وهذه صوره تعتمد على عكس الاداء. الصوت هو اللي ينظم النغمه. زين، مو النغمه اللي تنظم الصوت. طيب، ولذلك انت تشوف الموروث اللي هو سبقني، اللي هم المؤسسين احنا نعتبرهم، مثل المرحوم شيخ وطن، المرحوم عبد الرضا، المرحوم ياسين الرميثي، المرحوم الشيخ جاسم النويني، المرحوم حمزة الصغير، هادي الكربلائي، عبد الزهراء الكعبي، وهذا الجو. كانت القضية قضية فطرية ولكن بإتقان. ناس ما يعرفون المقامات ولا يعرفون الأطوار ولا يعرفون العجم والصبا والسيقا، لكن يعتمدون على السمع، على خزين السمع، وعلى إتقان الأداء. زين، ولذلك هسه تشوف يا حسين بضمايرنا مبتشة الدنيا كلها، وهي مقام الرست، نشيد الشيعة. زين هاي شلون جايه من فراغ؟ لا اكيد معقوله جايه من فراغ. بس احنا خلي ما نقول المقام اللي نجحها. هي قصيده يا حسين بضمايرنا مرات اكو شيء الامام يريده، هو ما كان الا هنا. اكو شيء، اكو نيه صادقه، واللي شايفينه الائمه هو بعد هذا انتهى. بالضبط. زين، لو تحط 20 مقام طيب. وهم ما راضين طبعا ما تنجح القصيده. ملاتي زين، اليوم انت تشوف الرادود اللي نجح القصيده لو الكلمات هي ناجحه؟ لا والله انا اشوف حلقه متكامله. متكامل. الرادود لازم يتعب على طوره وادائه واتقانه للحرف، للنغم، للكنه. اللكنه، حتى اللكنه. زين،
والشاعر لازم يراعي مفردته، لازم يراعي اللغة. خب مو أي مفردة الشاعر تعجبه يجي يحطها بالقصيدة. يعني مفردات عندنا تستخدم بالشعر هاي خليها بين قوسين، بالشعر مال المنصة. شعر المنصة مو الشعر المنبري. الشعر المنبري يختلف اختلاف جذري بطرحه اليوم انت العفو تتكلم اليوم اكو رواديد هواي يشكون يقول لك اني لو اكو كلام حلو، لو اكو مثلا تلحين حلو، انا اليوم ممكن ابدع، ممكن القصيده مالتي ابحث انت ابحث انت عين الشاعر. انت شنو دورك؟ انت هم لازم يكون دورك فعال. روح اقرا، روح تابع، روح طالع، روح اسمع الرواديد ايش جاي تطرح، الكبار السابقين، قلب بالدواوين القديمه. يعني مثلا انا سمعت مفرده هاي السنه، هذا محرم للحاج الكبير باسم الكربلائي الاستاذ. انا صراحه ملهم باسم الكربلائي ملهم، الحج باسم ملهم. يعني مثلا علي العسيلي العاملي يقول يوصف علي الأكبر، يقول قمقام وآل هاشم. أنا هاي المفردة ما سامحها بالمنبر. وصائد الضياغم مشى بنور طه وحيدر وفاطمة. زين، هذا في أسلوب جديد. بينما أنت إذا نرجع على أرشيف ملا باسم إيش قد قارئ على علي الأكبر؟ واي إيش قد؟ آلاف القصائد. راح أسألك سؤال محرج ملا. لا، ولكن هو ما بخلي لحد ها للمواضيع. ها اي هسه خلينا لهذا القدر. اريد اسالك هذا السؤال، انت مع باسم القديم ام باسم الحديث؟ لا، اثنينهن. لا انا جاي اسالك لازم تجاوبني على لا واحده من عندهن. انا اليوم ما اريد اثير هذا الموضوع، بس هو يعني اكو مؤاخذات هواي عليه. احنا شوف، بالنسبه ان احنا كرواديد نشأنا على صوت باسم. انا بالنسبه لي انا تاثرت بملا باسم. تحب قصائد القديمه ولا الجديده؟ لكن قصائد القديمه كانت هي كانت كانما رساله المنبر القديمه. نعم. اما بعد تدري الذوق اختلف والجمهور اختلف. أكيد. ولكن الرجل ما مقصر، جاي يطرح الاستوديو وجاي يطرح القصائد المثقفة وجاي يقرأ الفصيح وجاي يقرأ، لكن الجمهور تتغير. نوع الجمهور يتغير، هاي يكون احنا نراعيها. أكيد. احنا اليوم قبل 20 سنة ما كان اللطم بهالكيفية، ما كان عندنا عزاء اسمه شور، ما كان عزاء عندنا اسمه تراث، كان هو عزاء. اليوم الشور اخذ مكانه خاصة. خلينا نحكي بواقعية. لا نحكي بفلسفة أكثر. اليوم ما كانت هاي، كانت هو عزاء. تقرأ شور، تقرأ لطم، تقرأ تراث. هسه لا، القضية تغيرت. جماعة التراث، كل عزاء. جماعة الشور، جماعة الأكاديمي، زين، جماعة السريع. كل واحد وذوقه. وانت كل واحد يريد ترضي ذوقه. زين، اليوم القضية توسعت أكثر. قبل كانت قليلة القضية، يعني ممكن كان محرم الرادود يقرأ فد 20 يوم، هسه الرادود يقرأ شهرين، يقرأ 60 يوم. زين، ملا جليل الله يحفظه التقينا به في أحد الأيام، يقول إحنا كنا نقرأ 10 أيام و3 أيام الدفن و3 أيام الزين العابدين ويوم للأربعين. فهذا ما كان اكو زخم. صح. لا زخم بالمواضيع، ولا زخم بالطرح، ولا بالشعر، ولا حتى بالالحان. زين، انت تعال من تقرا شهرين شو تريد تحضر؟ كم لحن يراد لك؟ يوميا تقرا كل مجلس تقرا 3 قصائد، مقدمه ورئيسيه ونزله. القصيده تقرا مره واحده بعد متوعات. يعني هذا ممكن يتخلى بالحسبان. زين، هو الرادود شنو ماكينه؟ لا طبعا. لو الشاعر ماكينه طابعه. زين، هي هم مواضيع محدوده. اكيد. زين، اي. فهذا انا اشوف باسم القديم والجديد هو واحد ولا نظير له ابدا. واحنا مو احنا اللي نقيم ولا باسم؟ لا اكيد احنا ما نقيم ابدا. ابدا هو مدرسه. ويعني
الله يوفقنا ان شاء الله وياكم اكثر واكثر، ويجعلنا وياهم من خدمه الامام الحسين المخلصين ان شاء الله. امين. احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. الله يحفظك. نشكر قدومك، شكرا ونشكر حضورك. ان شاء الله نشوفك بايام جايه. القناه الله يحفظك. والشكر لك. ان شاء الله نكون خفيفين الظل. الله يسلمك ان شاء الله. يا عزيزي يا ملا. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله نشوفكم بحلقه جديده، في امان الله.